واحد من الشباب كنا بنتكلم انا وهو في موضوع، فلقيته فصل الموضوع فجأة وبيقول لي والله يا دكتور انا عايز اصارحك بحاجة، انا اذنبت ذنب كبير قوي ومش عارف اعمل ايه. فانا رديت عليه بجملة بسيطة جدا، قلت له توب. قال لي بس كده؟ قلت له اه بس كده. قال لي طب اذنبت تاني؟ قلت له توب تاني. قال لي اذنبت تالت؟ قلت له توب تالت، توب عاشر، توب 1000، توب مليون، توب مليون مرة لحد ما ربنا يشيلك من الذنب اللي انت فيه. توب مليون مرة لحد ما ربنا يشوف فيك ان انت بقيت كويس ويشيلك من الحفرة اللي انت واقع فيها. توب مليون مرة لانك عندك رب رحيم ممكن في ثانية واحدة يقلب حالك ويغير موازينك كلها للخير. فلقيته بيقول لي طب لحد امتى؟ قلت له لحد ما ربنا يأذن بتوبة نصوحة تشيلك من كل الهم والغم اللي انت فيه. ده حتى يا اخي لو ربنا قبض روحك وكلنا في زوال وكلنا ماشيين منها، النبي صلى الله عليه وسلم مات، مين هيقعد فيها؟ قلت له ده حتى لو ربنا سبحانه وتعالى قبض روحك، يبقى قبض روحك وانت على الاقل كنت بتجاهد، على الاقل كنت عايز تروح الطريق الصح. القصة اللي كلكم عارفينها، الراجل اللي قتل 99 نفس وبعد كده سأل الشيخ قال له هل انا ليا توبة؟ قال له لا مالكش توبة، راح قاتل الشيخ نفسه. الراجل ده الملائكة اختلفوا عليه، الراجل ده لما مات في منتصف الطريق ما بين الخير وما بين الشر، مات في منتصف الطريق ما بين الجنة وما بين النار. ربنا سبحانه وتعالى برحمته العزيز الجبار الرحيم هو اللي دخله الجنة سبحانه وتعالى. والله 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 لو حاولت ربنا سبحانه وتعالى هيوصلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.